السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في الفيديو السابق كنا توقفنا عند هذا المثال. في الفيديو السابق كنا تحدثنا مع بعض يعني ايه رو وايه المشكلة اللي كانت بتسببها. كانت بتسبب سكرول زيادة في الموقع بتاعنا. كنا حلينا المشكلة ديت باستعمال حاجة اسمها كونتينر. ففيديو النهاردة هو فيديو استكمالي للفيديو اللي فات. فيديو النهاردة نتكلم مع بعض يعني ايه جتر، يعني بتعمل مسافات ما بين كل ايتم والتاني. لو احنا جينا هنا لاحظنا نلاقي كل ايتم لازق تحت اخوه. ففيديو النهارده هنتعلم مع بعض يعني ايه جتر، ونتعلم مع بعض ان شاء الله في هذا الفيديو يعني ايه ميديا كويري بتاعه الجريس سيستم بتاعه البوت السراب، ازاي نظبطها مع بعض يعني. فاحنا نيجي نسمي بالله ونشيل السكشن اللي فات اللي احنا كنا عاملينه ونعمل سكشن جديد خالص. في السكشن دي قبل ما نكتب فيه اي كود احنا لازم نسال بعض كام سؤال. هل انت هتعمل تقسيمه، يعني هتجيب ايتم في ريح بعض؟ فلو جاوبت فانت تيجي للسؤال اللي بعده، هل انت تحتاج انك تعمل كونتينر؟ الكونتينر عارفين من الفيديو اللي فات انه بيعمل بوتس في الشاشه، بيجيب الايتم في ريح بعض، يعني بيعمل مسافه يمين ومسافه شمال. فانت لو محتاجه تستعمله، لو انت مش محتاجه هتستعمل كونتينر فلات. طب احنا ليه هنحط في الموقع بتاعنا كونتينر فلات؟ عشان نحل المشكله بتاعه الرو اللي كان بتسببها سكرول في الموقع، علشان انت عايز تجيب ايتم في ريح بعض. فانا اجي والله اقول احنا هنستعمل حاجه اسمها كونتينر. جوه الكونتينر احنا عايزين نعمل تايتل، للسكشن بتاعنا. فاحنا نيجي نعمل H2 ونكتب فيها تايتل. احنا عايزين نعمل ديسكريبشن للتايتل بتاعنا، فاحنا نعمل لوريم 10. المفروض اي كونتنت تكتبه ما ينفعش ترميه في الطل، يعني المفروض تحطه جوه ديف مشترك. ليه؟ مثلا لو انت عندك مثلا ستايل مشترك ما بينهم، مثلا لون معين عايز تديلهم تكست لاين سنتر فيطبقوا كلهم مع بعض، ما تروحش مثلا تدي لكل واحد فيهم تكست لاين سنتر، يعني ما ينفعش، ما تقعدش بقى تكرر الكلام في الفاضي. فاحنا نيجي نحطهم في ديف مشترك، والديف المشترك ده نديله اسم مثلا كابشن. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، ده الشكل اللي ظاهر لنا. طب احنا عايزين دلوقتي نجيبهم في النص، فاحنا نيجي على الديف المشترك ما بينهم ونديله تكست لاين سنتر. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، جم كلهم في النص. دلوقتي احنا عايزين نعمل مع بعض تقسيمه، يعني نجيب شويه ايتم في ريح بعض. فاحنا هنعمل الكلاس اللي اسمه رو. جوه الكلاس بتاع الرو احنا هنفكر مع بعض احنا عايزين نجيب كام ايتم في ريح بعض. احنا عايزين نجيب مثلا 4، فاحنا نقول 12 كولمز على الاربعه، فيطلع من نصيب كل ايتم 3 كولمز. فاحنا هنعمل ديف، الديف ديت واخده كلاس كول داش 3. احنا دلوقتي عايزين نعمل تقسيمه ونحط فيها ايمج، فاحنا نعمل ايمج ونقول له اختار الصوره دي. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، ظهرت الصورة بالأبعاد الطبيعية بتاعتها. فعشان نحل المشكلة ديت فاحنا ندي للإيمج ديت كلاس ويتس 100% بالنسبة للبيرنت اللي شايلها. طب ايه البيرنت اللي هي شايلة الإيمج؟ الكلاس اللي واخد كل داش 3. فلما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، الصورة جاتت بالظبط على قد المحتوى بتاع الكل داش 3. دلوقتي احنا كستراكشر احنا بانيينه غلط خالص تماما. ليه؟ المفروض الايمج ديت تكون منفصله خالص عن الديف البيرنت بتاعها. طب هو ايه الديف البيرنت بتاعها اللي هو كول داش 3؟ ليه؟ لو احنا مثلا طبقنا ستايل معين شبه لون مثلا الدينجر، فاللون الدينجر ده لو احنا جينا حطيناه مباشر في ريح الكول داش 3 فهو يعمل معانا مشاكل خالص. ليه؟ علشان الكول داش 3 ديت اصلا واخده باننج يمين وشمال، فلما الباننج اليمين شمال دولت نديله لون معين فهو يظهر في الموقع بتاعنا، فدي غلط تماما. فالمفروض والصح احنا ناخد الايمج ديت ونحطها في ديف بعيد خالص عن الديف بتاع البيرنت. طب ايه مصداقيه كلامي؟ لو احنا جينا هنا والله ادينا للكلاس اللي اسمه اللي واخد كل داش 3 مثلا بي جي دينجر مثلا، لما نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، ظهر اللون الدينجر اللي انا بقول لك عليه، اللي هو اصلا المفروض ما نحطش اي ستايل في ريح الكول داش 3. ليه اصلا الكول داش 3 واخده بادنج ويمين وشمال؟ علشان تعمل فراغات ما بين كل ايتم والتاني. علشان نحل المشكله ديت ما ينفعش اي ستايل نحطه في ريح كول داش 3 علشان واخده بادنج يمين وشمال. فاحنا نيجي دلوقتي على الديف بتاع الايمج اللي احنا عملناه منفصل عن الديف بتاع البيرنت، ونعمل له كلاس ونرمي فيه مثلا الستايل اللون اللي احنا عايزينه. فلما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، اختفى دلوقتي اللون اللي انا بقول لك عليه. ما ينفعش نرمي اي ستايل على البيرنت
اللي هو كول داش 3. يعني احنا دلوقتي بنعتبر ان الكول داش 3 دي منطقة خطر. احنا دلوقتي بنعمل ديف، والديف دي احنا بنحط فيه الستايل اللي احنا عايزينه. فايه مصداقية كلامي ان اللون الاحمر جه ورا الصورة؟ فاحنا مثلا ممكن نعمل مثلا H2 H3 معلش، ونكتب مثلا فيها عبد الله. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، ظهر اللون الاحمر اللي انا بقول لك عليه انه مختفي. طب لو احنا شلنا اللون الدينجر ده وحطيناه فوق هنا عند الكول داش 3 اللي هي منطقة خطر اللي انا بقول لك اصلا ما ينفعش حد يجرب لها، ولما نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود ظهر البادنج اليمين وشمال اللي واخده الكول داش 3. فخلاصة الكلام اللي انا عايز اوصله لك ان الديف اللي واخد كول داش 3 دي عبارة عن منطقة خطر، ما ينفعش انك تجرب منه. كل اللي عليك انك تعمل ديف جوه الديف بتاع الكول داش 3 وتحط فيه الستايل اللي انت عايزه. فاحنا نيجي نكرر الكلام ده كله مع بعض حوالي 4 مرات. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، دلوقتي بقى 4 ايتم في بعض، عايزين نكررهم مثلا حوالي كمان 4 مرات علشان نشرح الحاجة اللي انا جاي اصلا اشرحها لكم. فاحنا نعمل ده كله كده. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، دلوقتي هما جايين تحت بعض هم. دلوقتي احنا عايزين نعمل مسافات يمين وشمال. فاحنا نيجي عند الكلاس اللي واخد رو ونعمل حاجه اسمها جتر. جتر في البوت ستراب لا اختصار بحرف الجي. احنا عندنا جتر من 0 لحد جتر 5. انت عايز تعمل مسافه بالعرض فانت عندك جتر اكس من 0 لحد 5. لو انت عايز تعمل جتر بالطول فانت عندك جي واي من 0 لحد 5. لو انت عايز تعمل مسافات بالطول والعرض فانت عندك تصاري جي من 0 لحد 5. فاحنا مثلا نقول جتر 4. لما نخش في الموقع بتاعنا عايزكم تلاحظوا الفرق ما بين المسافه الاصليه والمسافه لما نعمل ريلود. لما نيجي نعمل ريلود هتلاقي هنا ان في مسافه حصلت. لما نيجي دلوقتي نصغر الشاشه هتلاقي كل حاجه بايظه. ليه كل حاجه بايظه؟ علشان انت جاي له بعظمه لسانك اعمل لي كول داش 3 في جميع الشاشات. يعني في جميع الشاشات يبقى 4 ايتم. فدلوقتي احنا هنخش في الموقع الرسمي بتاع البوت ستراب ونخش في التقسيمه بتاعت اللي اوت. هنخش على حاجه اسمها بريك بوينت. في البريك بوينت ديت بتقول لك احنا عندنا حاجه اسمها سمول، يعني الشاشه بتاعت السمول بتبدا من 576 فيما فوق، وعندنا الشاشه بتاعت الميديم بتبدا من 768 فيما فوق، وعندنا شاشه اسمها لارج بتبدا من 992 فيما فوق، وعندنا حاجه اسمها اكس ال بتبدا من 1200 فيما فوق، وعندنا اكس ال بتبدا 1400 فيما فوق. فانت تبدا تاخد المجازات وتبدا بقى تظبط الميديا كويري بتاعتك بكل سلاسه. هو ما عندوش حاجه اقل من السمول. اقل من السمول هو بيفرشها لك 12 كولومز، يعني بيكون واخده ويتس 100%. فنمسح الايتم ديت كلها ونشتغل على الايتم واحد وبعدين نكرر. فاحنا نيجي على الايتم اللي هو واخد كول داش 3 في جميع الشاشات ونمسحه خالص. فاحنا عندنا حاجه اسمها كول داش سمول، وعندنا كول داش ميديان، وعندنا كول داش لارج، وعندنا كول داش اكس ال، وعندنا كول داش اكس ال. فانت تيجي تسال نفسك سؤال، انت عايزهم في الشاشه السمول يكونوا كام كولوم؟ فانت تقول والله انا عايز في الشاشه السمول، فانت هتكتب كول داش سمول يكونوا 12، يبقى الايتم واخد 12 كولوم، يعني يبقى الايتم واخد ويتس 100%. تمام. وانت عايزه مثلا في الشاشه اللي اكبر من السمول اللي هي ايه الميديم، انا عايزهم والله في الشاشه الميديم يكونوا برضو واخدين ويتس 100%. ماشي. طب نسال نفسنا كمان السؤال الثالث، انت عايزهم في الشاشه اللارج يكونوا قدين؟ عايزهم والله يكونوا اتنينات، تجيب اللزان الاتنينات ديت هتقول 12 كولومز على الاثنين فيطلع لك 6 كولومز. فانت هتقول كول داش لارج 6. طب ايه اللي اكبر من اللارج؟ اكس ال. فانت عايزهم في الشاشه بتاعت الاكس ال يكونوا قدين؟ يكونوا مثلا والله 4. فانت تقول 12 على الاربعه فالتلات. فانت كول داش اكس ال 3. طب الاكس ال والله انا عايزهم يكونوا 4، فانت تقول 12 على 4 فالتلاتة. فانت تقول كول داش اكس ال 3. هنيجي بعد ما ظبطنا اول ايتم فاحنا نيجي نكرر. لما نيجي نخش في الموقع بتاعنا ونعمل ريلود، ده الشكل اللي بقى ظاهر معانا. فلما نيجي نصغر الشاشه بتاعتنا هتلاقيهم بقى اتنينات. لما نيجي نصغر كمان
بقوا وحايد. لما نيجي نصغر كمان بقوا واخدين وس 100% اللي هي في الشاشه السمول. فديت فايده بقى انك تتعلم الجري سيستم بتاع البوت ستراب، سهل عليك بدل ما تروح في الميديا كويري وتقعد تظبطها. لا، هو سهل عليك الدنيا كلها.